اي جي لون. لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مميزات مزايا وعيوب. تطبيق اي جي لون تطبيق للقروض الشخصية، بيديك لحد 8000 جنيه قرض شخصي. كل المطلوب منك ان انت تحمل التطبيق وتعمل تسجيل حساب على التطبيق. بيطلب منك صورة البطاقة وصورة سيلفي ورقم مسجل باسمك عشان يبعتلك عليه رقم الاوتوبي، وبعد كده بيطلب منك جهات الاتصال بتاعتك. بعد ما بيطلب منك الحاجات دي بيبقى داخل على الصور والفيديوهات، داخل على جهات الاتصال، بيطلب منه 8000 جنيه. بيقولك حضرتك للأسف حدك للائتماني لا يسمح غير ب650 جنيه، تاخدهم على 5 أيام وتسددهم 1030 جنيه. لو حضرتك آه، مش موافق مالكش حرية ان انت تقول لأ. لو حضرتك عايز اكتر برضو مالكش امكانية انك تقول اه. وممكن ياخد منك الداتا بتاعتك كلها، صورك وفيديوهاتك، المدام، الاولاد، البنات، وفي الاخر ما يديكش اي حاجه، يقولك جاري المراجعه. وطول ما انت فاتح التطبيق وشغال عليه ومديله كل الصلاحيات، اسبوع 2 3 انت مشغل التطبيق عندك وهو واخد كل الصلاحيات، بيسحب منك كل الداتا اللي انت بتنزلها اول باول. وطبعا لو ما سددتش الكارد اللي هو اداهولك ب650 جنيه، 1030 جنيه، بيتصل بجهات الاتصال بتاعتك ويقول له استاذ ايمن والاستاذ اشرف جارك وزميلك في الشغل ان انت كنت ضامن معاهم وكنت حاطط اسمك ان انت ضمان ليه في الكارد وانت ما دفعتش. وممكن تلاقيه بيهددك بالصور والفيديوهات، وطبعا الكلام ده خاص للبنات اكتر. نصيحة مني ولأي حد عايز ياخد كارد، ما تاخدش كارد من القروض دي، لأن التطبيقات دي كلها بتسرق بيانات بس، وبعد كده بتغير الاسم وتنزل باسم جديد وتعمل اعلانات جديدة، وكل يوم والتاني باسم جديد وبشكل جديد. شير ولايك وسبسكرايب لو مكنتش تعرف كل بلاوي تطبيق اي جي لون للقروض الشخصية في مصر.